بصحى من النوم بلاقيه نايم فوق اختي ومش لابس هدومه. اللي ابني عاوز يعمل معايا علاقه، نفسي انا اكون بدل جوز امي اكون انا معاه في العلاقه. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سام. فيديو النهارده هيبقى اصعب فيديو عليا، وعشان كده انا مش هعمل عليه اي مونتاج. هتلاقوني بتكلم الكلام بقى، اتلخبط في الكلام، اتهته في الكلام، مش هقطع حاجه، لان الموضوع النهارده صعب جدا يا جماعه. بتشهر بابنها وبنتها عشان المشاهدات على التيك توك ولا على اليوتيوب ولا فعشان الموضوع صعب انا هسيب لكم الفيديو زي ما هو، مفيش تقطيع. غلطت في اي حاجه فسامحوني، لان الموضوع صعب عليا بجد، او ان انا اتفهم الموضوع زي ما هو. واحده طلع نشره فيديو على قناتها بتشهر في الفيديو بابنها وبنتها. يعني ازاي يا جماعه احنا وصلنا لده؟ هتقول لي هو في حد ممكن يعمل ده؟ في حد يعمل ده. وتعال اسمع يا باشا، تعال اسمع شوف الست دي بتقول ايه. انا كنا قاعدين في البيت القديم اللي هناك، كان العيال كلهم نايمين في اوضه واحده زي ما انتم عارفين. كنت جايبه كل الاربع سنين كل اثنين في الكلام دوت. فمره كنت نايمه برد على لولي، قعدت في اوضتي وكده اهوت، جيت قايمه في وقت العصاري، دخلت الاوضه لقيت شفت محمد ابني في موقف زباله مع اخته. انا مش عاوزه اوضح، يعني موقف مش كويس مع اخته، في علاقه بينه وبين اخته. يعني مش عارف بصراحه، يعني انا مش مستوعب ازاي واحده قدرت ان هي تطلع تقول على ابنها وبنتها الكلام ده. يعني انت قدرت ازاي تقول الكلام ده؟ ولو الكلام ده حقيقي اصلا، يعني الكلام ده لو حقيقي، هل ان ينفع انك تطلعي تقولي على الملأ، تطلعي تشهري ببنتك وابنك؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو خليفة المسلمين. طبعا كلنا كنا عارفين ان سيدنا عمر بيمشي بيتفقد احوال الرعية بالليل، فالصبح قاعد مع الصحابة بيقول لهم لقد رأيت رجل بالامس يزني. سيدنا عمر فاروق الأمة شاف واحد بعينه بيزني. سيدنا علي بن أبي طالب قال له إن لم تأتي ب4 شهود لأقمت عليك الحد. يعني ما قالوش أنت كلامك صدق يا أمير المؤمنين يا فاروق الأمة، ما قالوش كده، قال له إن لم تأتي ب4 شهود لأقمت عليك الحد. أنت طالعة بتشهري بابنك وبنتك. بتقول يا ماما بس ساعات بصحى من النوم بلاقيه نايم فوق اختي ومش لابس هدومه. يعني الموضوع حصل مرة واثنين وثلاثة. طب انتوا فين كأهل؟ انت بدل ما انت قاعدة بتصوري روتين وقاعدة بتصوري مش عارف ايه، كنت اهتميتي بتربية بنتك وابنك، كنت اهتميتي بتربيتهم. ما بقولكيش ما تعمليش، بس في نفس الوقت اهتم بعيالك. هم مش هيوصلوا لكده ولا ابنك يوصل لكده الا اذا كان بعيد عن دينه، ما يعرفش ربنا، ما يعرفش حلال من حرام. عيالك في سن مراهقه، بس اللي انت عملتيه اسوأ، اللي عملتيه انيل، انك طالعه تشهري بيهم. لا، ومش المصيبه انك بتشهري بيهم بس، انت بتشهدي عليهم اخواتهم الصغيرين. وقول يا بت وقول يا واد. ساعات كتير بسمع الباب بتاع اوضه العيال بيتفتح وفي اصوات غريبه جوه، باجي افتح بلاقيه خارج من اوضه العيال، بيطلع يجري يخش اوضته. مره على مره جت هي قالت لي يا ماما شفت ايه؟ احنا نايمين وماما كانت نايمه، انا عايزه اخد الاوضه بتاعتها. بتقول يا ماما بس ساعات بصحى من النوم بلاقيه نايم فوق اختي ومش لابس هدومه. حاجات غريبه، ونفس الكلام دي شفتوا ايه؟ قولي ازاي ما تتكسفش يا بابا. طبعا انا مش عارف اقول لك ايه انت كست. انت يعني هو ممكن يكون ترند انت عاملاه، ما هو احنا ملناش دعوه. انت الفيديوهات بتاعتك اللي قبل كده، يعني برضو حتى عناوين الفيديوهات بتاعتك مستفزه. عنوان الفيديو مستفز اللي انت عاملاه ده، عناوين الفيديوهات اللي قبل كده مستفزه. البيبي اللي في بطني ابن جوزي ولا ابن طليقي؟ احنا مالنا ابن جوزك ولا ابن طليقك؟ ما يخصناش في حاجه. انت بتختاري عناوين عشان الناس تخش تتفرج. نوع الجنين، والجنين ابن جوزي ولا ابن طليقي؟ انا اتجوزت واتطلقت، والله ما يخصنا حاجه. حياتك الشخصيه ما تخصناش في شيء. انت لو عندك محتوى اطلعي قدميه، لكن انت طالعه تعرضي حياتك الشخصيه. تاني حاجه، انت معلش الفيديو اللي انت عاملاه ده انت عاملاه عشان تاخدي راي الناس، صح؟ طيب يعني انتوا بتقولوا لهم يا جماعه اعمل ايه؟ طب حضرتك قافله التعليقات ليه؟ انت كميه البلاغات اللي جات لك على القناه بسبب اللي انت عملتيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتشهري ببنتك، بتشهري بابنك. طب بلاش ابنك، طب يعني بلاش ابنك خالص. بنتك دي مش هيجي لها يوم يتقدم لها واحد، بنتك دي مش في مدرسه هتتعاير باللي انت قلتيه. حرام عليك يا شيخه، ده هيجي لها